قبل اي حاجه كده انا عايز احذرك ان انت ما تعملش الوايلد كارد، وان انت ما تعملش حاليا الوايلد كارد خالص خالص، لان انت لسه فيه بعد الجوله الرابعه في توقف دولي، ولسه في شهر واحد كمان في توقف دولي. فانت وتوقف دولي بتاع شهر واحد تقريبا اسبوعين واكتر، فانت ما ينفعش ان انت تعمل اي وايلد كارد حاليا. في وايلد كارد الدور الاول، في وايلد كارد الدور الثاني، بس انت ممكن تحتاج الدور الاول ده جامد، ولسه في توقف دولي مش تعرفش ايه اللي هيتصاب مين اللي هيلعب، وكل المنتخبات هتلعب ما تعرفش ايه اللي هيحصل. فانت ممكن تعمل وايلد كارد حاليا، تدخل بالجوله الرابعه لعيب انت جبته يروح متصاب مع المنتخب ولا حاجه، ولا كذا لعيب تضطر ان انت تعمل سوالب. ده اولا. ثانيا، في لعيبه بقى ما ينفعش تخش بيهم الجوله الرابعه وتعدي بيهم للجوله الخامسه. يعني في لعيبه تلعب معاهم الجوله الرابعه او تخليهم عندك الجوله الرابعه وما ينفعش يكملوا معاك الجوله الخامسه، زي مثلا ايزي ده ما ينفعش قدام وولفز في ارضهم، في ارض كريستال بالاس، وماتش سهل المفروض قدام جمهورهم، وده وولفز، فانت المفروض على الاقل تجيب جون او تعمل اسيست. ما عملش اي حاجه، طيره، ولع فيه خالص، بيعه خالص، فاهمني؟ ولع فيه، ما تجيبوش. ده الجوله الخامسه ما يكملش معاك، توقف دولي مش توقف دولي، هي بعد كده هيسجل سوبر هاتريك، لا خلاص، ده خلاص كفايه كده لحد هنا. تاني حاجه بيدرو اللي هو المهاجم بتاع برايتون. المهاجم لعب اول ماتش بس وضيع كوره اصلا في السته، وجاب ضرب جزاء، وقلنا خلاص ده المسدد الاول لضربات الجزاء، وخدنا فيه اكبر مقلب تقريبا في اللعبه حاليا او في السيزون ده الى الان هو بيدرو، لان ديزيربي مبقاش بيلعبه، وبقى بيلعب فيرجسون وبيلعب انسو عليه، فده افكس منه خالص، ولاعب احتياطي على طول، فده افكس منه. هو جاب اول ماتش بس 7 نقط، بعد كده احنا مش شايفينه دايما على الدكه وبينزل يجيب نقطه وبيحرق دمك على الفاضي، فده بيعه. الجوله الرابعه حطه على الدكه اصلا، ولو معاك اصلا ان انت مش هتعمل ماينس، بلاش يا شباب تعمل ماينس. لو انت مش هتعمل ماينس بان انت تبيعه، لا خلاص بيعه وما تلعبوش قدام نيوكاسل، ولو معاك وانت عملت تبديل خلاص حطه على الدكه وما تكملش بيه للجوله الخامسه. ثالث لاعب وهو اونانا ما ينفعش خلاص بقى، زهقنا بقى وتهينا بقى. هي 9 بونت اللي جابهم في اول ماتش قدام وولفز، وده قدام وولفز في ارضهم، في ارض يونايتد، وبعد كده الدفاع مضحك ولعيبه مضحكه وهو نفسه مضحك، وبينزل ونشوف الجون اللي جابوا فيه اوينجي. فانت ملهاش اي لازمه خالص الحارس ده اصلا، وملهاش اي لازمه اصلا الدفاع من اليونايتد. بيع بس ان بيع عواد، بيع اونانا وفاكس من اللعيبه دي. واللاعب الرابع ان انا مش مصدق ان انا ممكن اقول عليه هو صلاح، 12.5 مليون كتير. وصلاح نفسه قال لك يا جدعان انا بكابتن نفسي وبلعب اللعبه وسعر غالي، رخصوه شويه عشان عايز يجيبني، وانا بكابتن نفسي طول الموسم، وانا اكتر لاعب بجيب نقط في الموسم ومش عارف ايه. طب فين صلاح؟ في 3 ماتشات 15 بونت، كل ماتش وكل جوله 5 بونت. انت بتحسد يعني في وشي؟ انت بتعمل 5 في وشي يعني؟ انا هحسدك؟ لا مش هحسدك يا ابو صلاح. فانت يعني ايه استهدك الا بالله يا معلم وصلى على النبي. انا طول ما انا بكابتنك وانت بتقول ان اكتر حد بيجيب نقط، فاهدى كده وهات لي بقى بجد نقط، هات لي 20 30 بونت ولا حاجه من غير كابتنه. عايز 60 70 بونت بالكابتنه، مش عارف دي ازاي، بس عايزني كابتنك يعني حاجه تثبت كده. كابتنك في ماتش بورنموث والناحيه الثانيه كان بيلعب نيوكاسل، قلنا مش هيجيب حاجه في نيوكاسل هالاند. كابتنك ضيع ضرب جزاء وضيعتنا معاك وما عملش حاجه غير ضربه جزاء. ف صلاح اخر فرصه ليه الجوله الرابعه، انا عن نفسي مش هبيعه. انا بقول لكم اللي عايز يستفاد بفلوس صلاح اخر جوله ليه هي الجوله الرابعه، من انت ممكن تصبر بعديها تقريبا وولفز و وست هام، ماتشات سهله. عايز تصبر اصبر، عايز تبيع صلاح بيع.